تعالى نعمل مقارنة مع بعض بين أكتر 3 مهاجمين مرشحين للأهلي الفترة الأخيرة، ونتفرج على أهداف كل واحد ونعرف إيه ميزات ال3. أحمد نزير بن بوعلي ولا بنجورة ولا سفيان بن جديدة؟ تفتكر مين الأهلاوي القادم، ولا هيبقى فيه 2 منهم؟ في الفيديو ده هتعرف كل حاجة وتتفرج على أهدافهم. يلا بينا، بس ما تنساش اللايك والشير والمتابعة، كمان صلى على النبي. ويلا نبدأ بأحمد نزير بن بوعلي. مبدئيا كده، احمد نزير بوعلي اهم ما يميزه هو طول قامته والرأسيات اللي بيقدر يلعبها، بيقدر يسجل بدماغه بشكل حلو جدا، ودي حاجه احنا مفتقدينها في الاهلي، ان يبقى عندنا مهاجم يقدر يلعب بدماغه زي الهدف اللي قدامك ده. طبعا ده مش الهدف الوحيد لابو علي بدماغه، لان الراجل ده اهم ما يميزه وراس ماله في دماغه وفي الرأسيات بتاعته. يعني تعال اتفرج على الجول ده برضو، الفوت وورك اللي قدر يعمله ويسرق بيه الاثنين مدافعين، وقدر يوجه الكوره صح في مكان صعب على حارس المرمى عشان يسجل هدف بدماغه بشكل جميل. هدف ثالث وبرضه بدماغه من كوره ثابته ملعوبه، الراجل طالع راكب الكوره صح، موجه صح، عامل كل حاجه زي ما المهاجم بيقول او زي ما كتاب راس الحربه بيقول، وحاطط هدف جميل بدماغه. وادي هدف رابع برضه برأسيه جميله، وعايزك تركز هنا ان العرضيه ما كانتش ملعوبه بشكل قوي، ولكن الراجل حاططها بدماغه بشكل قوي عشان تروح في الزاويه البعيده صعب عن حارس المرمى، رغم ان المدافع كان داخل معاه ومتداخل معاه، ولكن عنده قوه بدنيه فقدر يطلع بطوله بقوته ويعمل الجامب ويحط الكرة في الزاويه البعيده بشكل جميل، مستخدم بقوه رقبته كده عشان تروح الكرة بقوه ما تروحش ضعيفه. الكرة دي عايزك تتفرج على الستايل بتاعه بس في الجامب عامل ازاي، ليه ستايل جميل جدا في الجامب بتاعه، وطالع راكب الكوره وحاططها، بس كانت المره دي عايز تبقى في زاويه عشان تبقى هدف. وعلي مهاجم اشول، ولكنه برضه بيقدر يسجل برجليه اليمين. يعني رجليه اليمين دي مش اللي هو من المهاجمين اللي بينسوها او من اللعيبه الشول اللي بينسوا رجليهم اليمين، لا بيقدر يسجل باليمين زي هدف الجزائر وزي الهدف الجميل اللي قدامك ده، وزي الهدف ده برضه اللي بيلف فيه وسطه لفه كده 360 درجه وبيحط الكوره برجله اليمين زي ما الكتاب بيقول بعيد عن ايد حارس المرمى تماما، رغم انها الرجل الاضعف، ولكن الكوره رايحه بقوه ومعلمه، وكمان بدقه كبيره في الزاويه الصعبه والمستحيله على حارس المرمى. انما بقى لو جيت للرجل الاساسيه الرجل الشمال، فهي حدث ولا حرج. تعال اتفرج على الفينش الذكي. وليه الذكي؟ لانه حاطط الكرة في الزاويه الضيقه كده بمعلمه تبين لك ان الراجل ده لعيب حريف قوي قوي قوي. يعني اي حد تاني راجل زي الراجل ده الجون اتقفل عليه خالص، قفل زاويه التسديد عليه عشان عارف انه اشول، ولكن شوف ازاي حطها من خرم ابره من جنب حارس المرمى بمنتهى المهاره. اي الجون ده برضو بعد دربكه كبيره في منطقه الجزاء، الراجل بيلاقي الكرة في رجله كده من حيث لا يحتسب فجاه لوحده خالص، فيحطها من مره واحده في المقص فوق خالص، صعبه جدا على حارس المرمى، لا تصد ولا ترد، بمنتهى الدقة والقوة. شوف هنا نفس الكرة تقريبا بتاعة الهدف الأول اللي وريتهولك لما حطها بذكاء في الضيقة، ولكن المرة دي حطها بقوة في البعيدة. كان يعني الراجل كمان عنده تنوع في الفينش، وده مهم جدا، غير ان اصلا الجون ده اصعب لانه واخد الكرة من مسافة كبيرة من قبل نص الملعب تقريبا، واخد الكرة وقدر يسبق الثلاث مدافعين، وكل ده ما تعبش وحط الكرة بفينش جميل في الزاوية البعيدة زي ما الكتاب بيقول. وده هدف جديد وبرضه بنفس التكنيك ونفس التسديدة في الزاوية البعيدة، ولكن اتفرج واتمتع بالاستلامة الجميلة اللي قدر يحط بيها الكورة قدامه ويكمل وبراحته خالص وهادي خالص يحط الكورة هدف في الزاوية البعيدة زي ما كتاب المهاجمين بيقول. وده هدف مختلف شوية لأنه جاي من تحت وجاي من حركة وجاي واخد القرار، وأنا بحب أوي 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 المهاجمين اللي بياخدوا القرار في كسر من الثانية. هما لمستين، واحدة بيمينه عدل بيها الكورة، والتانية كانت في الشبكة بتزغرط، ودي أهم حاجة على طول، ما بيستناش ما بيفكرش مرتين. غير انه راجل متحرك وبيقدر يهرب بره ال 18 كتير ويهرب من الرقابه اللي بتبقى مفروضه عليه زي الجون ده كده. وكمان راجل عنده كوره ومهاري برضه، قدر يرقص الاتنين مدافعين قدامه ويعدل الكوره ويسند الكوره ويحطها في الزاويه البعيده بقوه بدقه جميله، معلنا عن هدف جميل لابو علي. وزي ما قلت لك التنوع مطلوب والتنوع جميل، وزي ما قلت لك وزي ما وريتك كذا جول من نفس الزاويه دي، مره بيلعبها في البعيده ومره بيلعبها في الضيقه، المره دي في الضيقه بقوة برضه وخدع حارس المرمى وسجل هدف جميل برجله الشمال. ودي أهم ميزات بو علي، إنه مهاجم متنوع وبيقدر يتحرك بشكل مميز. ندخل بقى على المهاجم الثاني اللي معانا في الفيديو
الفيديو ده وهو بنجورة والمرشح بقوة للأهلي لاعب مولودية الجزائر. يلا بينا نشوف أهدافه ومميزاته. يلا بينا نبدأ مع أول هدف للدبابة البشرية الغينية، وتسديدة قوية جدا من على حدود ال 18 بعد ما الكرة اتريحت له كده على حدود ال 18 والراجل استلم الكرة مرة والتانية على طول بوش رجله، لا تصد ولا ترد لحارس المرمى في المقص فوق حيث يسكن الشيطان. وده هدف من أحلى أهداف بنجورة اللي بتثبت إن الراجل ده تسديداته قوية جدا. الهدف التاني معانا بقى بيثبت كام ميزة جديدة للراجل ده، وأولهم هي السرعة، والسرعة بالكورة مش السرعة وخلاص كده زي في لعيبة كتير بتبقى سريعة ولكن لما تيجي الكورة تحت رجليها بتبقى بطيئة والكورة بتتكعبل، ولكن شوف كنتروله على الكورة مع السرعة وكمان مع الفينش في الأخير حاطط فينش جميل جدا جدا جدا، تشيب بسيط كده لما لقى الحارس طالع عليه وما اتلخبطش من الثلاث مدافعين اللي بيلاحقوه وبيجروا وراه. ودي امكانيات كبيره وثقه في النفس عظيمه من بنجوره. عارف انت لما تقول لواحد ده المهاجم حط الكوره من خرم ابره، هو ده الهدف بالظبط. وده الهدف الثالث معانا، وشوف هنا كنتروله على الكوره، ورغم ان الراجل كان ضاغط عليه مدافع ولكن غمزها كده غمزه بسيطه بوش رجله في الزاويه البعيده لحارس المرمى، لا تصد ولا ترد بطريقه جميله، طريقه بتنم ان الراجل ده عنده امكانيات كبيره تهديفيه قدام المرمى. دايما بحب المهاجم الرايق، المهاجم اللي بيعرف يفنش بكذا طريقه، ودي ميزه بنجوره. الراجل ما اتخضش لما لقى الحارس طالع عليه، ما اتخضش ان في مدافع بيجري وراه، ما اتخضش من اي حاجه، بالعكس حط الكره من تاني لمسه على طول تشيب بسيط كده من فوق الحارس، عارف هو بيعمل ايه وعارف الفينش بيخلص ازاي وعارف هو بيخلص في المرمى ازاي. ودي ميزه كبيره جدا عند بنجوره بهدف جميل وتشيب رائع رائع رائع، وهدف من احلى اهدافه. حلاوه بقى الهدف ده في تحرك بنجوره الجميل، تحرك بنجوره المميز، ان الراجل ده مش بيقف في ال 18 كده وخلاص. اتفرج هنا، هو اللي بادئ الهجمه ولعبها للجناح وبعد كده ابتدى يطلب الكوره، ولكن الجناح هنا عمل العرضيه، بنجوره يسكت والله ابدا. شوف تحرك بنجوره المميز بعد كده في المساحه الفاضيه عشان الكوره فعلا توصل له ويقدر يسجل هدف جميل من مره واحده، من لمسه واحده من العرضيه اللي بالدماغ بمنتهى السهولة. تعال نكمل بقى ونستأنف أهدافه الجميلة بالهدف الجميل قوي ده بعد عرضية حلوة قدر يستلمها على صدره والتانية على طول في المقص. الراجل ده على طول أهدافه فوق خالص حيث يسكن الشيطان بعيد عن إيد حارس المرمى. هدف من الأهداف الجميلة لبنجورة ويستحق إن احنا نستكمل بيه الأهداف بعد ما حط الكورة في حتة بعيدة. ده هدف من الأهداف برضو اللي بيبين لك تحركاته المميزة، استلم الكورة لعبها للجناح بتاعه واتحرك صح على القريبة، بعد ما اتحرك صح على القريبة فنش على طول برجله الشمال من مرة واحدة. وهنا ميزة المهاجم الكبير، المهاجم اللي بيقدر يتحرك بشكل صحيح ويقدر يلعب جماعي مع فريقه. وده هدف من كرة عرضية أو من ضربة ركنية، قدر على طول يهرب من الرقابة الدفاعية ويلعبها على طول وان تاتش من مرة واحدة في المرمى بمنتهى المهارة والثقة في النفس والقوة. وده جول يبدو لك إنه جول عادي، ولكن عايزك تتفرج وتستمتع مع الراجل ده في تحركاته اللي بيتحركها على طول بسهولة. على طول أول ما شاف الكورة اتلعبت للجناح اتحرك على البعيدة وهرب من المدافع عشان يروح على طول فاضي خالص قدام المرمى الخالي يلمسها من مرة واحدة ويخلص. وده الهدف الأخير معانا، واختراق من العمق على طول برجله اليمين وبقوته البدنية يقدر يسيطر على الكورة والمدافعين ما قدروش يعملوا معاه حاجة، ويفنش بقى المرة دي برجله الشمال اللي مش مقطوعة وبيقدر يستخدمها برضه في اللعب. ودي ميزة جديدة لبنجورة. ندخل على المهاجم الثالث معانا في الفيديو، مرشح الثالث وهو سفيان بن جديدة والأقرب لقلبي. ويلا بينا نشوف أهدافه مع بعض. يلا بينا تعالى نبدأ ونشوف مع بعض أهداف سفيان بن جديدة. وده أول هدف معانا. تعالى اتفرج إزاي على تحرك الراجل ده من بداية العرضية. أول ما عرضية اتلعبت إزاي قدر يسرق المدافع ويحط وش رجله في البعيدة، وهدف جميل جدا بيبين لك قد إيه الراجل ده تحركاته مهمة في منطقة الجزاء. الهدف الثاني معانا في حاجة مهمة جدا إنها تكون موجودة في أي مهاجم، وهي توقع خطأ المدافع. الراجل توقع إن المدافع هنا هيرجع الكرة قصيرة والكات كان فعلا، وقدر يقطع الكرة بعد ضغطه على حارس المرمى ويسجل هدف من توقع الأخطاء. لو ليك في الأهداف العالمية تعالى اتفرج على الهدف العالمي ده من سفيان، إزاي التحرك أصلا من بداية الكرة والعرضية لسه في الهواء راح مأخر نفسه خطوتين وهوبا سكالوب باك ويرد عالمي من مرة واحدة على طول في المرمى في الزاوية البعيدة، لا تصد ولا ترد. وبيبين قد إيه الراجل ده كإمكانيات جوه منطقة الجزاء رهيب ومرعب.
فاكر انها صدفه؟ احب اقول لك لا، انها مش صدفه، والراجل ده فعلا تحركاته والكور اللي بيقدر يخلصها على الطاير مميزه. زي الجون ده برضو لما اخد خطوتين لورا كده وبعد عن المدافع، حط رجله من مره واحده على الطاير، كره صعبه جدا لا تصد ولا ترد، وهدف ياخد بوشكاش مستريح زيه زي الهدف اللي فات بالظبط. دي من اهم مميزات سفيان بن جديده، تحركاته المميزه جوه منطقه الجزاء. وده هدف جديد وتوقع اخطاء مدافعين وحراس مرمى مره تانية، ودي من اهم مميزات اي راس حربه بالنسبه لي، انه يلعب على اخطاء المدافعين وحراس المرمى زي عماد متعب زمان كده، وهدف قدر يخلصه بذكاء. تعالى انت فاكر الاهداف الحلوه خلصت؟ لا لسه ما خلصتش، وتعالى اتفرج على ذكاء الراجل ده اللي لمح بس كده حارس المرمى انه متقدم، اداله واحده كرباج لا تصد ولا ترد وسقطها له بمنتهى الذكاء والفنيات المحترمه كمان، انه يحط الكوره دي بالدقه دي. يعني الكوره دي ممكن تيجي على دماغ لعيبه كتير جدا، بس يطلع بالتنفيذ ده بيبقى صعب. ده هدف جديد من رأسية برضه، وزي ما قلت لك الراجل ده تحركاته في منطقة الجزاء مرعبة. اتفرج ازاي قدر يهرب من المدافع ويسرق المدافع ويكلفته ويعمل ارتقاء بشكل كويس، ويوجه الكورة كمان بشكل مميز في البعيدة صعبة جدا على حارس المرمى. ده الجول الأخير لسفيان معانا في الفيديو بعد قلشة كده، كورة قلشت منه ما لبستش في رجله، ولكن صحح خطأه على طول بترقيصة جميلة، وفنش بقى المرة دي برجله الشمال، وهو بيفنش بالشمال وباليمين، وكمان ضربات الرأس. اكتر ثلاث اسماء اجانب اتطرحوا الفتره الاخيره على النادي الاهلي. سفيان بن جديده لعيب مكسر الدنيا في الدوري المغربي، عنده 24 سنه، زي ما جبت لك فيديوهاته، لعيب متحرك عجايب اهداف عالميه حرفيا، وهداف الدوري المغربي. واللعيب الثاني هو محمد ساليو بنجوره، والراجل ده ترشيح من كابتن ياسر رضوان مساعد عموده في الجهاز الفني الجديد، لانه كان بيدربه في مولوديه الجزائر واصغرهم سنه، ووحش افريقي حرفيا زي ما انت شفت كده. واللعيب الاولاني اللي شفنا اهدافه هو احمد نزير بن بوعلي، اساسي منتخب الجزائر، لسه جايب جون ومكسبهم ماتش الاردن اللي فات في كاس العالم. وطبعا الاقاويل عليه هتكتر وفلوسه هتزيد بعد كاس العالم، بعد الهدف ده. هدفه في كاس العالم غير هدفه بعد كاس العالم او قبل كاس العالم. دول الثلاث مهاجمين المرشحين للاهلي. قول لي كده من وجهة نظرك مين افضل واحد ممكن يبقى هو الفرود الاساسي للنادي الاهلي؟ ولعلمك الاهلي ممكن يخلص اتنين منهم، بس لسه مستني موقف جراديشار ومستني موقف رضا سليم وبعض الاجانب عشان نشوف هيعمل ايه بالظبط في قصه المهاجمين. ما تنساش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصل لك كل جديد، وتسيب لي رايك في الكومنتات. وبس كده، سلام.